عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى صينية الجمبري في الفرن زي طريقة المطاعم. هتطلع معاكم طعمها خطير وشهي جدا وسبايسي بقى وحاجة كده من الآخر. وقبل بقى ما نبدأ عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة أو سبسكرايب وتعملوا لايك وشير للفيديو. بجد الفيديو رائع، تحفة جدا. والشوربة بقى خطيرة، سبايسي على الآخر للناس اللي بتحب السبايسي. يلا نبدأ. اول حاجة هنجيب الجمبري هنفتحه من عند الظهر بمقص زي ما انا بعمل كده، وهقص بقى الزوايد بتاعته بالشكل ده، وهنطلع الكيس الرملي هيطلع معاكم بمنتهى السهولة بخلة الاسنان. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة بالمقص، هنفتحه من عند الظهر وبعد كده هنجيب الخلة ونطلع الكيس الرملي هيطلع معاكم بمنتهى السهولة. هنقص بقى الشنبات بتاعته بالشكل ده، سهل جدا طريقته ما فيهاش اي حاجة. بعد كده بغسله غسلة سريعة جدا تحت الحنفية عادي، وبصفيه كويس من المية هيطلع معاكم نضيف جدا. هنجيب بقى ووك غويط او اي صينية تكون غويطة شوية، هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة. هسيبهم يسخنوا كويس وبعد كده هننزل ببصلاية كبيرة متقطعة ترانشات بالشكل ده، هشوحها كده مع الزيت والزبدة. وكمان هنزل بتوم مفروم، هحط فصين توم مفروم، فصين كبار، هشوحهم بقى كده مع بعض. بمجرد ما اشم ريحة الثوم مع البصل هنزل بفلفل اخضر، فلفل اخضر بارد، وكمان هنزل بفلفل حامي. هيطلع معانا بقى شوربة سبايسي على الاخر، وبجد كان طعم الجمبري تحفة. لو مش حابين السبايسي تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحامي. حطيت بقى معلقة صغيرة من الملح والكمون وفلفل الاسود، رشة بسيطة شطة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وهحط كمان معلقة صغيرة من البابريكا. البهارات دي مع بعض بقى كلها تحفة، ميكس فظيع. لو عندكم بهارات سمك ممكن تضيفوها. هشوح بقى الخضار مع البهارات، الريحة بقى مش قادرة اوصفها لكم. مجرد ما تشوحوا مع بعض هنزل بقى بالجمبري، هحط الجمبري بالشكل ده، هشوحه بقى مع الخضار والبهارات لحد ما يغير لون. هقلبه بسيط كده من على الجنب، مش هنقلب فيه كتير برضو عشان ما يتهريش. شايفين بدأ يغير لون اهو، بيغير لون بمنتهى السرعة. هسيبه بقى على النار، هحط الغطا وهسيبه مجرد دقيقتين 3 لحد ما يدينا اللون الجميل بتاعه. شايفين هنا خلاص اهو، ونزل صوص كمان خطير، طعمه بجد كان تحفة. بمجرد بقى ما اخد اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه، هنكون محضرين طماطم مضروبة في الخلاط. دي طماطمتين مضروبين في الخلاط عملوا كوباية عصير طماطم. هقلبهم بقى مع الجمبري، هزود كمان عليها معلقة صغيرة من الصلصة، وحطيت دلوقتي رشة سكر. طالما في طماطم او صلصة لازم احط رشة السكر. شايفين الطريقة سهلة جدا وبسيطة. هزود بقى اخر حاجة كوباية مية مغلية، هخليها تغلي بس كده مجرد غلوة سريعة على النار، وبعد كده هحطها في الصينية. طبعا بقى احنا مشغلين الفرن من قبل ما نبدأ عشان احنا عايزين الفرن بتاعنا يكون سخن. دي الصينية بقى اللي انا حطيت فيها الجمبري، هرص بقى الجمبري فيها بالشكل ده، هحطه بقى بالشوربة بتاعته كلها في الصينية، وعلى فرن سخن مسبقا اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني. هدخل الصينية بتاعتي لمدة ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة. حطيت كمان رشة بسيطة من الزعتر ورشة بسيطة من الكزبرة الناشفة على الوش قبل ما ادخله الفرن، مجرد حاجة خضرة بس تكسر اللون بالشكل ده، مجرد رشات بسيطة بس. هندخلها بقى الفرن لمدة ربع ساعة لتلت ساعة، مش أزيد من كده. هتطلع معاكم بقى بالشكل الخطير ده. شايفين الجمال؟ تحفة. ولا الشوربة بقى بجد طعمها يهبل. جمبري بقى خطير، أكلة بقى متكاملة وهتعملوها في دقايق معدودة.
سريعة وسهلة وفي نفس الوقت شهية جدا جدا. الناس بقى اللي بتحب السبايسي الأكلة دي مزاج مزاج جدا. الشوربة بجد خطيرة، سبايسي وطعمها كده شهي قوي. لازم بقى تجربوها، هستناكم بقى تجربوا الوصفة الجامدة جدا دي وتقولولي بقى ايه رأيكم. شايفين خطيرة. طبعا هقدمها بقى جنب الرز صيادية، نزلته معاكم في الفيديو اللي فات. الميكس بقى ده كله مع بعض بجد تحفة، شاهي جدا. اكلتنا كانت سريعة بس لذيذة، حلوة قوي. هقدمه بقى بالشكل ده. عملنا الجمبري في صينية في الفرن، وعملنا كمان الجمبري الاسكندراني، الجمبري اللي هو بالخلطة، وطلعنا بقى احلى شوربة. هستناكم بقى تجربوها، ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، وهستناكم بقى في فيديو جديد. يلا باي باي.